السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبرنامجكم بلاي ميكر، ومن تاني نرجع للمنافسات الأفريقية وهنغطي مع بعض النهاردة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اللي تمت على استاد القاهرة واللي انتهت بخسارة الأهلي 2-1 أمام الفريق الجنوب أفريقي. من تاني تعثر للنادي الأهلي كانت جماهير الأهلي ومن ضمنهم أنا بعد الفوز الكبير اللي عمله الأهلي على استاد أبيجان 3-1 خارج الديار، وبعد الفوز في الدوري على الجونة 2-0 بدأ الجماهير الاهلي تقول بقى اللعيبه فاقت، وبدا امام عاشور بقى بيجيب هاتريك وبيتالق، وبدات لعيبه جديده تظهر في الصوره زي كريم الدبيس وزي عمر الساعي، فظهر كده حاله زي فوقان كده لفرقه الاهلي. عشمت جماهير الاهلي ان خلاص الاهلي رجع خد التراك بقى وخلاص ما حدش هيقف قدامه، ولكن من تاني يرجع كولر ولعيبه الاهلي ينكدوا على جماهير الاهلي وتعثر جديد بيخليهم تاني المجموعه وبيصعبوا من دلوقتي عليهم المنافسات الجايه. الحقيقه مشاكل الاهلي اكبر من مجرد خساره النهارده قدام اورلاندو بايرتس وانه يصعد تاني المجموعه ويصعب الدنيا على نفسه، ولكن هي مشاكل مستمره بقى لها فتره، مشاكل تخص اللاعبين ومشاكل تخص المدرب، كمان مشاكل اكبر تخص الاداره. هنتكلم عليهم واحده واحده، وهنبدا بالمشكله اللي انا شايفها السبب الاكبر في حال الفريق الفتره دي، وهي اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. دايما اداره النادي الاهلي كان بيتضرب بيها المثل في حسن الاداره وحسن التخطيط، وانك دايما سابق بخطوه وقبل المشكله ما تحصل بيكون مجهز لها حل. يعني لعيب يمشي بيكون مجهز له بديل، مدرب يمشي بيكون برضه مجهز له بديل وسابق بخطوه ودارس الموقف ومجهز بدايلك. انما السنه دي اداره الاهلي بتعيش حاله من العشوائيه والتخبط في القرار انا عمري ما شفته قبل كده من اداره النادي الاهلي. هنبدا بقى المشاكل من الاول. الفرقه كانت ماشيه وكانت الدنيا ماشيه وبطولات رايحه وبطولات جايه، فجاه صحينا من النوم لقينا قرار رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ. طب هل كابتن سيد عبد الحفيظ اثر في حاجه؟ بشهاده اداره الاهلي كابتن سيد ما اثرش في حاجه، بالعكس كابتن سيد كان حاكم لك اوضه اللبس، كان مسيطر على نجوم النادي الاهلي، وطبعا نجوم النادي الاهلي كتير، وطبعا الفرقه فيها نجوم كتير فيها مشاكل كتير. كابتن بقى سيد عبد الحفيظ كان بيتصدى للمشاكل دي وما بيوصلهاش بقى للمدرب ولا لاداره النادي، كان بيتعامل معاها وبيحلها لانه راجل ذكي وراجل صاحب قرار. ولكن انت فجاه خدت قرار برحيل سيد عبد الحفيظ، طب مين البديل؟ بديل كابتن خالد بيبو. طب هل انت عديت كابتن خالد بيبو عشان ياخد مكانه زي ما كان الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ طبعا لا، ما عدتوش كويس، فبالتالي فشل كابتن خالد بيبو في مهمته، والحقيقه مش ذنبه لان هو ما تمش اعداده الاعداد الكافي، والحقيقه انه ما ينفعش يقارنه بواحد زي سيد عبد الحفيظ بقاله سنين في الشغلانه دي وفي المجال ده، فخلاص هو شربها زي ما بيقولوا، يعني خلاص بقت لعبته بقت حتته اللي متمكن جدا فيها. الناحيه الثانيه جبت كابتن محمد رمضان كمدير رياضي ويقوم بدور مدير الكوره. طب هل هو تفرغ لشغلته كمدير رياضي؟ ما حصلش. طب هل هو قدر يملأ مكان كابتن سيد حفيظ في مدير الكرة؟ برضه ما حصلش. طب استفدنا احنا ايه بقى كجماهير وكنادي الاهلي من التغييرات دي؟ المفروض التغييرات تبقى للافضل، ولكن تغييرات الاداره في الناحيه دي جابت الفريق لورا. كمان من الحاجات اللي انت كنت جايب كابتن محمد رمضان عشانها ان هو يخلص موضوع التعاقدات اللعيبه الجديده ويجدد للعيبه القديمه، ولا تعاقد مع لعيبه جديده ولا جدد للعيبه القديمه. كمان ملف التعاقدات فشل ذريع على مدار ال3 سنين في ملف التعاقدات بالذات. يعني انت ازاي فرقه زي فرقه النادي الاهلي بالبطولات الهامه اللي انت داخل عليها، انت لعبت بطوله انتر كونتيننتال وخسرتها بسبب نقص اللعيبه ونقص الامدادات من الاداره، كمان رايح تلعب كاس العالم للانديه في شهر 6، يعني المفروض الميركاتو الاساسي بتاعك دلوقتي هو ميركاتو يناير عشان اللعيبه اللي تيجي تنسجم مع الفرقه وتبدا تاخد على الفرقه، تيجي في شهر 6 تكون خلاص الدنيا انسجمت بقى جزء من الفريق. يعني انت المفروض نادي مهم زي النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا، داخل على منعطف تاريخي في تاريخ الكره المصريه وهي كاس العالم للانديه، بكميه بقى هتقابل بورتو، هتقابل بالميراس، هتقابل انتر ميامي وميسي وسواريز. المفروض بقى تكون انت بتستعد احسن استعداد، المفروض تكون مجهز صفقاتك وداخل شهر يناير الصفقات اوريدي معاك. يعني انت مخلص صفقاتك من قبل يناير، تخش شهر يناير اللعيبه تبدا تنضم لك وتبدا بقى تنسجم مع الفرقه. انما انت خلاص شهر يناير قرب يخلص وانت لسه بتتفاوض مع لعيبه ولسه بيتم ترشيح اسامي ليك، فشل ذريع في الجزئيه دي. كمان التاريخ بتاع النادي الاهلي على مدار التعاقدات ال3 سنين اللي فاتوا يعني كان بيمشي بتسلسل كده، كل جماهير الاهلي حفظته. اولا الاهلي بيتفاوض مع فلان،
بعد كده تعثر المفاوضات مع فلان نظرا لمغالاة ناديه. ثالث تطور، فشل المفاوضات مع فلان وتم ارجاعها لسوق الانتقالات الجايه. بقالنا 3 سنين على كده، سواء بقى في المهاجم او في الجناح، ويقول لك السبب مغالاة ناديه. طب ما انت عايز تجيب لعيب كويس لازم تدفع. يعني انت ازاي هتجيب لعيب كويس باقل الفلوس؟ كل لعيب وليه ثمنه، يعني عايز تجيب لعيب كويس لازم تدفع ثمنه. زي ما انت بتسيب لعيبه مميزه زي محمد عبد المنعم المدافع الدولي وبتجيب فيه 5 مليون يورو، ما تجيش بقى تلوم على الانديه انها بتسيب لك مهاجم او جناح مهاجم ب 2.5 وب 3 مليون يورو. يعني انت عندك مدخلات كبيره جدا دخلت لك طول الفتره اللي فاتت، سواء بقى من دوري ابطال افريقيا او من الانتر كونتيننتال او من بيع اللعيبه زي بقى عبد القادر وزي محمد عبد المنعم وهكذا. بتودي الفلوس دي فين؟ يعني ليه ما بتوديش الفلوس دي وتجيب بيها صفقات قويه تدعم الاهلي في الملحمه اللي هو داخل عليها كاس عالم الانديه؟ يعني ما ينفعش تبقى انت في اخر يناير وداخل على بطوله مهمه زي كاس عالم الانديه وانت لسه ما خلصتش صفقاتك وعمال بقى تخبط يمين وشمال، تتكلم مع ده واتكلم مع ده، وتروح للوكره تقول لهم طب انا عايز المهاجم بتاعكوا ده، لا يقول لك لا اصل زوجته مش عايزاه يسيب قطر. عك بصراحه ومدى تخبط انا ما شفتوش على النادي الاهلي قبل كده. والحقيقه رحيل امير توفيق عن منصبه كمدير للتعاقدات كشف لنا حاجات كتير، كشف لنا ان كان في شماعه بيتعلق عليها فشل اداره النادي الاهلي وهي امير توفيق. امير توفيق بطيء، امير توفيق ما بيحسمش المفاوضات، امير توفيق ما بيعرفش يتفاوض وهو السبب في فشل المفاوضات. طب ادي مشي امير توفيق، امير توفيق وحش مشي امير توفيق، عملنا ايه بقى؟ من فشل الى فشل. انت مش عارف تجيب لعيبه برضه، يبقى السبب ما كانش امير توفيق، السبب هو بخل إدارة النادي الأهلي، السبب هو بطء إدارة النادي الأهلي في اتخاذ القرار وترددها اللي بيضيع عليك لعيبة كتير. يعني أنت في المفاوضات دي واحد زي إيفرتون مثلا الجناح البرازيلي ده، يعني أنت تفاوضت معاه واللعيب اتفقت معاه على كل شروطه وفي شرط جزائي في عقده 1,200,000 يورو، روح حطهم يا باشا وهات اللعيب وخلصنا. انما بطئك وان انت خلاص ضمنت اللاعب فحطيته سبير وبتبدا تدور على خيارات افضل، خلى اداره النادي تعرف طبعا بالمفاوضات من وسائل الاعلام، جابت اللاعب قعدت معاه قالت له انت ما ينفعش بعد النادي ما عمل معاك 1 2 3 ان انت تمشي وتسيبنا. لعبوا في دماغ اللاعب جه قال للنادي الاهلي انا مش هقدر اسيب النادي بالشرط الجزائي، تفاوضوا مع النادي وشوفوا حل مشكله معاه. يعني بدل ما كنت هتدفع 1,200,000 يورو هتدفع لك بقى 1,800,000 1,900,000 او 2 مليون يورو. ايه السبب في الكلام ده؟ هل السبب هو امير توفيق او مدير التعاقدات الجديد اللي هو مش موجود اصلا؟ لا، السبب هو بطء اداره النادي الاهلي وعدم اتخاذها القرارات الصحيحه في الوقت المناسب. يعني انت في لحظات كده في التعاقد اخطف واجري، اللعيب انت اتفقت معاه عنده شرط جزائي روح حطه في الاستحاب بتاعه يا باشا وهات اللعيب وخلصنا. انما انت حطه بقى سبير وبتدور على خيارات افضل مش هيستناك. العالم كله دلوقتي بقى قد كده، العالم كله دلوقتي الاخبار بتروح وبتيجي كانك قاعد في الصالون في بيكو يعني. فبالتالي اداره النادي عرفت وقفت المفاوضات خلت اللاعب ما يرضاش يجيلك، وهكذا بقى بتبدا انت تروح لخيار تاني والخيار التاني ده تفاوض معاه ما تنفعش فتروح تجيب خيار تالت وهكذا، وهتنتهي فتره الانتقالات وانت ما جبتش لعيبه، او على الاقل هتجيب لعيبه وانت مضطر، هتجيب لعيبه بقى خيار ثالث او رابع انت مش محتاجها اصلا او مش ده المستوى اللي انت كنت بتدور عليه. مشكله اداره الاهلي في جزئيه التعاقدات دي ما وقفتش عن ان انت مش عارف تجيب لعيبه، انت كمان خرجت لعيبه اكفاء جدا من النادي الاهلي ولعيبه جامده جدا من غير ما تجيب مكانها لعيبه بنفس مستواها، ابتداء بقى من محمد شريف لعبد القادر لديانج لاخيرا بيرسي تاو. يعني انت بتخرج لعيبه من غير ما تجيب لعيبه تانية بنفس كفاءتها او اعلى، وده طبعا مأثر على حال الفريق. انت دلوقتي تعالى بص في السكواد بتاع الفريق ما عندكش غير جناح واحد اللي هو حسين الشحات. يعني انت مشيت بيرسي تاو، مشيت عبد القادر، عندك رضا سليم مصاب، عندك طاهر محمد طاهر مصاب، ما عندكش بره النهارده غير حسين الشحات. يعني حسين الشحات هو الوحيد النهارده في سكواد النادي الاهلي تقدر تقول عليه جناح صريح. انت بتلاعب النهارده مين جناح؟ بتلاعب امام عاشور جناح، بتلاعب قفشه جناح او عمر الساعي جناح، وكريم الدبيس بعد نازل بتلعبه جناح. كل دي لعيبه مش في مراكزها. يعني انت مين بقى المسؤول عن ان انت فضيت الفرقه من مركز مهم جدا زي مركز الجناح؟ انت كاداره. انا بعت لعيب، جبت لعيب زي ما عملت كده مع حمدي فتحي، حمدي فتحي خرج امام عاشور جه، ده تمام كده، انت كده ما اثرتش على حال الفرقه. انما تخرج كل اللعيبه دي من غير ما تجيب ليها بدايل، دي مشكله كبيره والسبب فيها الاداره. بالنسبه بقى لمارسيل كولر، اول مشكله ليه هي مشكله مشتركه مع الاداره. يعني انت ازاي سمحت الاداره انها تمشي لعيبه بكواليتي زي عبد القادر وزي بيرسي تاو وزي محمد شريف من غير ما توفر لك بدائل قويه زيها وزي ديانج كمان؟
يعني انا كمدرب مثلا الاداره بتيجي تاخد رايي، ايه رايك جاي عرض لعبد القادر؟ تمام، ما عنديش مشكله عبد القادر يخرج، بس هات لي لعيب مميز زيه او احسن منه، زي ما الاداره عملت كده مع حمدي فتحي، خرج لعيب مميز زي حمدي فتحي، انضم لعيب مميز زي امام عاشور، كده انت ما اثرتش على الفرقه. انما كونك كمدرب تسمح للاداره انها تخرج لعيبه من غير ما تجيب لك بدائل مميزه زيها، دي مشكله عندك، لان انت في النهايه اللي هتسأل على النتائج. مشكله تانية عند كولر وهي العناديه مع اللاعبين. يعني انت لعيب زي كريم الدبيس ده ما بتلعبوش، راح الاولمبياد ادى اولمبياد رائعه، جه بقى بعد الاولمبياد جاله عرض من نادي برتغالي ب1,200,000 يورو، جه الاهلي استطلع رايه، يا عم كولر جاي عرض لكريم الدبيس، ايه رايك؟ قال لك لا انا محتاجه، انا هلعبه الفتره الجايه. طب خلص الاهلي رفض العرض، هل انت لعبته الفتره الجايه دي؟ ما لعبتوش، جه علي معلول اتصاب، وبعد يحيى عطيه الله اتصاب، تتفاجئ بقى ان متوشة بيلعب خالد عبد الفتاح باك شمال، النهارده بيلعب كوكا باك شمال. طب ما الراجل قاعد بره، والراجل كل ما بينزل بيأدي كويس، وشفناه النهارده عمل اسيست اكتر من رائع، كان ليه الدور الرئيسي في هدف حسين الشحات. يعني اللاعب كل ما بيلعب بيأدي اداء كويس جدا. طب ليه ما بتلعبوش؟ مشكلة عند مارسيل كولر، كمان مشكلته وهي الأساسية واللي ظهرت عند لعيبة كتير ولعيبة كتير اتكلموا عنها، وهي علاقته مع اللاعبين. يعني أحمد عبد القادر في برنامج تلفزيوني مع كابتن مهيب طلع قال ان انا قبل ما امشي كان بقالي 9 شهور ما بتكلمش مع كولر، مفيش كلام ما بيننا. يعني ده ما يصحش، ما ينفعش، وكان لازم الاداره تتدخل، وكان لازم مدير الكوره او اللي موجود ساعتها يتدخل ويصلح المشكله اللي بين اللاعب وبين مارسيل كولر. والمشكله دي مش مع عبد القادر بس، المشكله دي مع اكتر من لعيب. فانت عايز اللعيبه تنزل تقاتل وتأدي وتموت نفسها في الملعب عشانك ازاي، وانت علاقتك بيهم بره الملعب زي الزفت. نيجي بقى لاهم من في المنظومه وهو اللاعبين. اللعيبه بقى شوف المشاكل اللي احنا قلنا عليها من شويه دي، الاداره والمدرب وبتاع، اللعيبه بقى لو رجاله في الملعب تنسف كل المشاكل دي وما تحسسكش باي نوع من المشاكل دي. يعني لعيبه النادي الاهلي النهارده مشكله ان انت ما تحسش ان هم رجاله في الملعب، ما تحسش ان اللعيبه عندها حميه وعندها غيره على النادي، وما ينفعش نخسر على ارضنا، وحتى لو احنا صاعدين كده كده اول او تاني ما ينفعش نخسر على ارضنا، ما ينفعش نخسر. فرقه اورلاندو فرقه كويسه وادوا ماتش كويس النهارده، انها مش الفرقه المخيفه اللي تكسبك على الارض. يعني كان في استهتار وتهاون وعدم رجوله من لعيبه الاهلي النهارده. انت كان لبست تيشيرت النادي الاهلي تبقى راجل، تنزل تاكل النجيله وما تخسرش اي ماتش. يعني لو هتخسر ماتش بقى تخسر خلاص، وانت مفيش نقطه عرق خلاص انت وفرتها. انما النهارده ما شفناش اي ردة فعل من لعيبه الاهلي بعد الجون الاول، شفناش اي ردة فعل بعد الجون الثاني. انا ما حسيتش ان لعيبه الاهلي عندها غيره على الكيان. اللي شايف ان تيشيرت النادي الاهلي كبير عليه ومش مستحمل ضغوط النادي الاهلي يتفضل يطلع بره، يعني يتفضل يسيب النادي ويمشي، يسيب النادي بقى للعيبه اللي بتقدر قيمته، للجماهير اللي عارفه قيمه النادي، كمان اللعيبه اللي بتبص بقى لكل جنيه جاي لها من بره زي اكرم توفيق كده، اللي بيقيس بقى انا الاهلي هيديني ايه وهاخد من بره ايه، وبيقارن الاثنين مع بعض. يا عم اكرم انت 2 صليبي، الاهلي عالجك في المانيا وعمليه في المانيا وتجهيز في قطر وصرف عليك دم قلبه، ما يجيش بقى بعد ما نقف على رجلنا نقول للاهلي هتديني كام وانا هاخد من بره كام. وما بتتقاس كده خالص، بتتقاس ان النادي ده انا جالي 2 صليبي وقف جنبي عالجوني وقفوني على رجلي، ما ينفعش بعد ما اقف على رجلي بقى ابيع النادي وابدا بقى اساومه، ده انا جالي من بره جنيه وانت هتديني ربع جنيه، لا ما ينفعش. كمان انا شايف ان الفتره الجايه لازم يتعمل اداره تقيم بقى كل لعيبه النادي الاهلي لعيب وشاف مين اللي يستحق ان هو يكمل مع الاهلي الفتره الجايه بالليفل الجديد اللي الاهلي بيلعب بيه، ومين اللي مش قد الليفل ده. يعني انت ما ينفعش كلعيب ان انت تيجي مثلا تبقى بتاثر او ما بتاديش كل اللي عندك وعايز بقى تروح كاس عالم للانديه وتلعب في الليفل العالي وتتصور مع النجوم، عايز تلعب في الليفل ده خليك قده، يعني خليك قد الليفل ده. النهارده لعيبه زي محمد هاني من ساعه ما نزل من ناحيته شوارع، والجون التاني بيترفع من ناحيته ومن غير اي تدخل منه. كمان قلبين الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه غلطات قاتله. يعني يا رامي ربيعه في الجون الاول بيعمل كوره كده برجله وانت بتلعب جمباز يا عم رامي، احنا مش بنلعب جمباز احنا بنلعب كوره، ما ينفعش بقى ترفع لي رجلك كده، يعني ما تطلع تاخدها بالهيد ولا وقف على صدرك ولا اعمل اي حاجه. كمان خالد عبد الفتاح حطيت لي ايديه ورا ظهره وبيسيب اللعيب يلف بيه عادي جدا، يا جدعان ما يصحش كده، واللعيب بيحطها بمنتهى السهوله جوه الجون. كمان الجون الثاني محمد هاني ما بيضغطش، الكره بتترفع ما بين السنتر باكين ما بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، محدش ضايق الراجل، محدش طلع معاه، الراجل طلع لعبها بيده. طب ايه اللي وضع؟ نزل الثاني اللعيب جilberto راح حطها براسه برده، ما حدش، رامي ربيعه طالع بس يعني بيسند معاه كده،
يعني ما يصحش اهداف، يعني اهداف وغلطات دفاعيه ساذجه ما تجيش من دفاع النادي الاهلي، ما تجيش من لعيبه بحجم رامي ربيعه وحجم ياسر ابراهيم. يعني ما ينفعش النادي الاهلي يبقى دفاعه مستباح كده لكل الفرق، اي حد عايز يجيب هدف في اي وقت يجيب. السنه قبل اللي فاتت كولر مع الاهلي هدف واحد في دوري ابطال افريقيا. مش ده الاهلي، مش ده دفاع الاهلي يا جدعان. يعني لازم النادي الاهلي زي ما قلنا اللعيبه دي تقيم من اول وجديد، اللي يستحق يكمل مع النادي الاهلي اهلا وسهلا، اللي ما يستحقش ينسحب والاداره تستغنى عنه عشان تقول ان هو مش مناسب للفتره الجايه. طب ايه الحل يا عم تامر؟ من اول حلقه عمال تقول لنا في مشاكل، مفيش حلول يعني؟ لا طبعا في حلول، واول حل اشوفه ليه مشكله النادي الاهلي الحاليه هي عوده كابتن سيد عبد الحفيظ. عوده كابتن سيد عبد الحفيظ هتضمن لك السيطره على غرف خلع الملابس، السيطره على نجوم النادي الاهلي، وعوده الانضباط للفريق. فبالتالي بقى كل واحد هيبتدي يشوف دوره بقى لما الدنيا تستقر في الفرقه. المدير الفني هيتفرغ للاداره الفنيه، الاداره هتتفرغ لدورها ومش هتخش في مشاكل للفريق، وكل حاجه هتبقى احسن جوه الفريق. مش عيب خالص ان انت كاداره خدت قرار شفت ان هو ليه تاثير سلبي على الفريق ان انا اتراجع وان انا ارجع في القرار ده. لا خالص، ده عين العقل ان انا لما اشوف المشكله حلها في عوده كابتن سيد ان اجيب كابتن سيد واحل المشكله من بدري. تاني حل اشوفه من الاداره ان انت لازم وبسرعه تتحرك وتجيب الصفقات اللي عايزها مدير الفني ايا كان تكلفتها كام. عايز اكس تروح تجيب له اكس ايا كان تكلفته كام، لان ده عمله كابتن الخطيب قبل كده. يعني اول ما جه مع اول هزه كبيره للفريق راح جاب حسين الشحات من العين الاماراتي في صفقه كلفت الاهلي ساعتها 5 مليون دولار، وكان ساعتها ال 5 مليون دولار رقم كبير جدا، اكبر بكتير من قيمتهم دلوقتي. فبالتالي انت شفت ان حل المشكله في عوده حسين الشحات للاهلي او ان انت تستخدم حسين الشحات الاهلي، فرحت عملت كده وما بصيتش للفلوس. ده حل النادي الاهلي دلوقتي. بالعكس ده انت اولى ان انت داخل على بطوله زي كاس عالم الانديه جاي لك منها موارد ماليه ضخمه، ان انا اصرف بقى من دلوقتي عشان اقدر مثلا ان انا اصعد، ربنا وفقنا ونصعد الدور الثاني في البطوله، فبالتالي الموارد الماليه تكبر. فاهم حاجه دلوقتي ان انت تجيب الاختيارات اللي طالبها المدير الفني، ما يكونش هو طالب اكس واقول له والله اكس ده غالي طب اروح اجيب لك واي، يجي واي ده ما يقديش يقول لك طب ما انا ما كنتش عايزه، انا كنت عايز اكس من الاول وانت اللي ما جبتهوليش. فلازم الاداره تنفذ طلبات مارسيل كولر وتجيب له اللعيبه اللي هو عايزها عشان حتى تعرف تحاسبه في اخر الموسم. وفي نهايه الحلقه نتمنى ان شاء الله كل اللي قلناه ده يحصل، ونتمنى الحل السريع والتدخل السريع من اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ونتمنى توفيق للاهلي فيما هو قادم، وان شاء الله يحقق دوري ابطال افريقيا، والاهم من ده ان شاء الله يشرفنا في كاس عالم الانديه ويسيب انطباع كويس عن الاهلي وعن الكره المصريه. وبكده حلقتنا خلصت وتغطيتنا لقاء الاهلي واورلاندو بايرتس. نشوفكم في حلقات جايه كتير عن النادي الاهلي وعن الكره المصريه والافريقيه ان شاء الله والعالميه كمان. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.